في مفهوم خاطئ كده عند ناس كتير قوي ان ربنا اصلا بيحبنا. لا، هو الصح ان احنا محتاجين نعمل مجهود عشان ننول حب ربنا. واحد كان طالع ترند كده، كان بيقول انه ربنا اصلا بيحبنا عشان قال 3 احاديث. ال3 احاديث اللي استدل بيهم في الترند ده مش احاديث اصلا، والايه القرانيه اللي استدل بيها يحبونهم ويحبونه، هو اللي بيحبهم الاول عشان جت يحبونه الاول. طب انا لو قريت اصلا الايه كلها بتقول ان الصحابه دول لو ارتدوا عن دينهم ربنا هيشيلهم الصحابه ويجيب ناس تانية بقى يكون بيحبهم. هو اصلا ما خدش الصحابه وشالهم وجاب ناس غيرهم، والمواصفات بتاعت الناس اللي غيرهم دول مالهم؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. احنا أعزة على بعض. ازاي كرامتي؟ ازاي يقولي كده؟ ينزلوا يتخانقوا في الشارع ما يعرفوش بعض اصلا، بيعملوا تصرفات تحت مفهوم خاطئ برضو، كرامة وعزة النفس. يعني هو ربنا قال أعزة على الكافرين مش على النفس، مش للنفس. دي حاجة. طب ايه مواصفاتهم تاني؟ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فلا الصحابة مشوا وجاب ناس غيرهم كده، ولا احنا ينطبق علينا كل دول مع بعض. احنا أعز على بعض وأذلة للكافرين، وبنخاف لومة لائم، ومش بنجاهد في سبيل الله يعني إلا من رحم ربي. لو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فين البركات اللي من السماء والأرض اللي مغرقانا دي؟ احنا مغرقنا فقر وجوع وشكوى ومشاكل كتير قوي. طب حاجة تانية، قل إن كنتم تحبون الله، لو بتحبوه بجد فاتبعوني يحببكم الله. امشوا على السنة. ده بالظبط زي الحديث القدسي اللي بيقول ايه، كلام كتير كده، اللي هو أول من عاد لي أوليا. بعد كده إن عبدي يتقرب، يعني عبدي كده اللي هو بتاع ربنا يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. يعني خلاص خلص الفروض ودخل في النوافل وفضل يعملها وداوم عليها لحد ما أحبه. برضو ده نفس مفهوم الحديث اللي في صحيح مسلم اللي بيقول ايه، يا إن الله إذا أحب عبد، مش ده الطبيعي إن هو بيحبه، إذا أحب عبد دعا جبريل فقال إني أحب فلان فأحبوه. قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحب أهل السماء. قال ثم يوضع له القبول في الأرض. كل الناس كده؟ لا، مش كل الناس كده. كل الناس بيحبوهم؟ لا، مش كل الناس ده لما بيحب حد بيقول اسمه بقى في أهل السماء ويحبوه ويوضع له قبول في الأرض. مش كل الناس كده. مش طبيعي ان ربنا بيحبنا. يحب المتقين، يحب المحسنين. الناس دي مش اي حد واي حاجة. يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب الصابرين، يحب المتوكلين، يحب المقسطين. فعشان انول حب ربنا، لا دي مش بالساهل، دي بمجهود. وبدم محسن ده يعني فضل يواظب على الإحسان حتى كتب عند الله من المحسنين، مش من عملة واحدة. يعني زي يكتب عند الله صديقا، مش من صدق واحدة، ده واحد فضل يتحرى الصدق. وده عكس الحديث اللي بيقولوا عليه قدسي وهو مش صحيح. عبدي إني لك محب فكن لي محب. لا، ده مش عكس ده، لأن ده مش صحيح. كل اللي أنا قلته التانيين قرآن، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويحب دي، والأحاديث التانية كلها صحيحة. عكس اللي مش صحيح، اللي بيقول إن ربنا أصلا بيحبنا. المفروض أصدق مين فيهم؟ وفي ناس كده اللي هو take it for granted، أنا أصلا بيحبني بقى خلاص ما اشتغلش، أنا محتاجة أعمل مجهود كبير قوي عشان يحبني.
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.